اكل للحياه. ده الاكل الحمام. الحمام صحيح. فيعني سبحان طيب الله. انا حابب، للاسف وقتنا تقريبا خلص، حابب اروح مع دكتور مظهر سريعا ودكتور احمد. دكتور مظهر، برنامج الحق يومك سريعا مع الناس، للاسف الوقت خلص معايا. الحق يومك، انت عشان ايه عايزنا نلحق اليوم؟ ايه السبب يعني؟ اتفضل. الحق يومك، صحيح. ايه المناسبه؟ ليه عايزنا نلحق؟ لا والحق قول بسرعه عشان الوقت انتهى. الحق قول صح. لا شوف، هو احنا كنا عاملين برنامج انا والشيخ سلام عبد القوي، كان اسمه الفاصل. فكرته كانت قائمه على ما بين التهور والشجاعه فاصل. ايوه. ما بين الكرم والتبذير فاصل. فكنا احنا هنركز على هذا الفاصل، صحيح، عشان الناس تعرف حدود الشجاعه وحدود الكرم، حدود الاقتصاد، حدود القوامه، عشان ما تتحولش القوامه الى تسلط. صحيح. لكن الحقيقه ان حصل في القناه تغيير في المواعيد، نتيجه طبعا خارجه عن ارادتهم هم كمان. اكيد. فاحنا تفهمنا هذا الامر، وبرنامجنا بقى الصبح. فقلنا والله لما البرنامج بقى صباحا، قلنا الفكره ديت مش هتتناسب مع الصبح. يعني مش يصبح الناس من النوم تصبح من النوم تفتح تلفزيون تاني. بقول له بلاش شجاعه بلاش تهور، الموضوع مش ماشي. قبل ما يدرك فقلنا لا، نعمل فكره ان احنا نعمل حاجه زي واجب. صح. كل يوم نقوله للناس صباحا النهارده واجبك اعملوا كذا كذا. فالحق يومك يعني الحق اعمل الواجب ده في اليوم ده. جميل. بس اسمح لي بس في دقيقه، وانا عارف الوقت انتهى وانت انا عارف. معلش يا حمد، هنلحق برضه. هنلحق ان شاء الله. بمناسبه الاكل والشرب، يعني هناك فتاوى ضاله مضله في رمضان، وانا بحذر منها شبابنا، اللي هو المخرف الاسلامي اللي بيقول ان التدخين في رمضان لا يفطر. والله وانا مش فاهم هم فهموا، انا عايز بس افهم هم فهموا الصيام ايه. لا يعني هم فهموا الصيام يعني امتناع عن الاكل والشرب بس يا دكتور، ولا امتناع عن الشهوات عموما؟ هذا المخرف الرد عليه اعتقد يعني اكبر من مقامه، هو مقامه اقل. لا انا بس عايز احضر الشباب، لان ممكن حد ياخد بالفتوى بعض دي. الناس يا جماعه التدخين يفطر في رمضان، الافطار الامساك عن الطعام والشراب من باب اولى، كل ما هو دونه يبقى امساك عن هذا الايه، عن هذا الشيء، وهو امساك عن الشهوات عموما. والسجاير بالنسبه لكثير من الناس شهوه. صحيح. فنمسك عن الامساك ده. بارك الله فيك يا دكتور. وانا كان نفسي يعني اكمل موضوع كبير اكبر من كده، وهنستاذن حمدي معلش في ثواني ونلحق بسرعه قبل ما يزعل مني. رقائق الايات دكتور احمد الجهيني في ثواني. هل يا ترى فيما ستقدمه في رمضان ستكون رقائق للامه الاسلاميه؟ والله هو